تخسريش حياتك عشان ترضي كسلك. عارفين اللحظة اللي انت هتقومي تعملي فيها حاجة بعدين تروحي مكسلة فتحسي كده براحة مؤقتة؟ الراحة دي هتكون لحظات لعنة عليكي كل مرة تفكري، تفتكري ان انا كنت هقوم اعمل الحاجة دي من كام سنة بس ما عملتهاش عشان كسلت. تفضلي نقمة وكارهة نفسك. انت مش فاشلة ولا كسولة ولا اقل من اي حد، انت بس ضايعة. اوعدك انك هتطلعي من الفيديو ده واحدة تانية على الاقل في طريقة تفكيرك. اول حاجه هتعمليها هتتخيلي النسخه بتاعتك عشان تبقي شايفه الهدف اللي انت رايحه له. كل ما تقعي او تحسي ان ما عندكيش طاقه تشوفي الهدف ده فتقومي تاني متحركه. شوفي الشخصيه اللي انت رسماها الشروق دي عايزه تبقى عامله ازاي. عايزه تكون بتشتغل ايه؟ عندها بيزنس خاص؟ طب بتشتغل في شركه انترناشونال؟ طيب بتلبس ازاي؟ شقتها عامله ازاي؟ كل الحاجات دي حطيها قدامك. نوت بوك لزقي عليها الصور. بلاش، حطي الصور دي عندك على الموبايل، حطيها كفر للموبايل بتاعك. حطي اطبعيها بقى على الكفر من بره، حطيها ويل بيبر، اي حاجه من دي. خلي دايما هدفك قدامك، دي النسخه اللي انت عايزه توصلي لها. طب النسخه دي عايشه حياتها عامله ازاي؟ اول حاجه عشان توصلي للنسخه دي هتشوفي علاقاتك عامله ازاي. علاقاتك هي مرايه لحياتك. اول علاقه تصلحيها علاقتك بربنا. علاقتك بربنا دي غذاء بتاع روحك. كده ربنا هو بإيده كل حاجة. تخيلوا معايا كده، ربنا خالق حاجة من الحاجات اللي خالقها كوكب على شكل كورة، في مية وبحر وجبال، وكل الحاجات دي مش داخلة في بعض. خالق بشر، خالق حيوانات، خالق حاجات كلها مختلفة في كورة متعلقة في الهواء. متخيلين؟ فانت مشكلتك البسيطة او الحياة او الحاجات اللي انت فاكرة ان دي حاجة، دي ولا اي حاجة. ربنا كن فيكون في ثانية الحاجة اللي انت عايزاها تتحقق لك. في ثانية الحياة اللي انت عايزة تعيشيها تعيشيها. انت لازم تكوني مناسبة للحياة اللي انت عايزة تعيشيها. فانت اول حاجة تصلحي علاقتك بربنا. هتعملي ايه؟ تصلحي الصلاة. الصلاة هي بجد اول خطوة للنجاح. انت لو شخص ملتزم كل يوم يصلي 5 صلوات في الوقت المحدد، يبقى انت كده بنيتي عندك عادة الالتزام. فانت لو ملتزمة هتعرفي تنجحي في اي حاجة في حياتك. اول حاجة هتصلحي الصلاة. الصلاة ازاي؟ انا عامل لكم فيديو على تيك توك قصير كده، هحطه لكم في الديسكريبشن. ازاي تنتظمي في الصلاة. الصلاة دي اول حاجة. تاني حاجة هتقعدي تتأملي في خلق ربنا. انت كل ما تتأملي اكتر هتحسي انه كل حاجة انت عايزاها دي تافهة. ربنا خالق بحر وبحر وسماء وكون ومجرات وكواكب وحاجات احنا لسه ما نعرفش عنها حاجة. هيعجز ان هو يحقق لك. تحسي ان كل حاجة دي تافهة. كل الحاجات دي تافهة جدا بالنسبة لربنا. تقعدي تأملي، تصلحي صلاتك. بصوا دي اول حاجتين عشان تصلحوا علاقتكم بربنا. وبعد كده هتيجي ستيب باي ستيب. بعد كده هتتدرجوا ان انتوا تكونوا احسن. اهم علاقة تصلحيها بعد علاقتك بربنا علاقتك بنفسك. كل حاجة بتبتدي من جواكي وبتنتهي بالراكي. لو الناس مش بتحترمك يبقى انت مش بتحترمي نفسك. لو الناس بتقلل منك يبقى انت مش بتقدري نفسك. لو انت شايفة نفسك قليلة الناس هيشوفوكي قليلة. كل حاجة بتبتدي من هنا بتطلع. كل الناس اللي في حياتك او علاقاتك هي انعكاس ليكي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنصلح علاقتنا بنفسنا. هنصلح علاقتنا بنفسنا ازاي؟ اول حاجه هتبطلي تلومي في نفسك. مهما حصل اللي حصل حصل، يعني درس وتعلمتيه. بطلي تلومي في نفسك. تاني حاجه مش هتقولي لنفسك اي كلام سلبي ولا على سبيل الهزار ولا على اي سبيل. ما بتكلميش نفسك غير كلام ايجابي. تالت حاجه مش هتقللي من نفسك قدام الناس عشان تضحكي الناس وانه انا دمي خفيف. ما ينفعش تقللي نفسك باي شكل من الاشكال. دي مش خفه دم. الناس هتشوفك كده اللي هو ايه، مهرجه القعده. تالت حاجة هتسامحي نفسك على كل وعد وعدتيه ومعرفتيش تلتزمي بيه. آخر حاجة متصدقيش كلام الناس عنك. محدش يعرفك قد ما انتي تعرفي نفسك. تيجي الناس تيجي تقولك انتي فاشلة، اصل انتي واحدة فاشلة، اصل انتي ما اشتغلتيش، اصل انتي ما خلفتيش، اصل انتي دايما الناس يشوفوكي فاشلة. فده انعكاس لنظرتهم لنفسهم، ملهوش علاقة بيكي. نظرة الناس ليكي هي انعكاس لنظرتهم لنفسهم. النجاح ملهوش مقياس. انا ممكن يكون نجاحي ان انا اسس بيت وأسرة وحياة. ممكن يكون نجاحك انك تبني كارير وتبني براند وان انت تأسسي شغل، ان انت تشتغلي في شركة كبيرة. النجاح بيختلف من شخص للتاني. فهتتجردي من كل احكام الناس عليك. اللي عايز يشوفك فاشلة خليه يشوفك فاشلة، واللي عايز يشوفك قليلة خليه يشوفك قليلة. ده انعكاس لنظرته لنفسه. فانت هتشوفي نفسك بمرايتك انت.
نصيحة من قلبي، ما تخسريش حياتك عشان ترضي كسلك. عارفين اللحظة اللي انت هتقومي تعملي فيها حاجة بعدين تروحي مكسلة فتحسي كده براحة مؤقتة؟ الراحة دي هتكون لحظات لعنة عليكي كل مرة تفكري، تفتكري ان انا كنت هقوم اعمل الحاجة دي من كام سنة بس ما عملتهاش عشان كسلت. تفضلي نقمة وكارهة نفسك وحاسة بشعور تأنيب ضمير وندم وألم، وهتكون اللحظات دي كلها هتجمعيها وهتبقي عايشة كده متحسرة عن حياتك. احنا مش بندعي نقول اللهم اعوذ بك من الكسل. كنت بستغرب قوي ان الكسل يعني اللهم انا نعوذ بك من الكسل، انه انه الكسل دي حاجه كبيره قوي كده. الكسل دي حاجه قادره تخليكي نقمه على حياتك، كارهه حياتك، كارهه الناس. ما الناس محققين حاجات في حياتهم وانتي مش محققه. ليه؟ عشان انتي كسلتي. كسلتي تقومي تاخدي كورس، كسلتي ان انتي تشتغلي، كسلتي انك تعملي اي حاجه في حياتك، كسلتي تروحي الجيم، كسلتي تشتغلي على شكلك، تشتغلي على نفسك، ان انت تقري، ان انت تعملي اي حاجه، فانت كسلتي. فكل اللحظات اللي انت كده حسيتي براحه، اعملها بكره. بكره ما يجيش وبعده ما يجيش والسنه كلها ما تجيش، فتفضلي كاره حياتك. والشعور بقى الندم، وتحسي ان انت ناقمه على حياتك. شوفي فلانه عملت ايه، شوفي فلانه عملت ايه، وفلان وفلانه وفلان، عشان انت الوقت اللي كان المفروض تعملي فيه الحاجه ما عملتهاش. فعشان تلغوا او تشتغلوا ان انتوا تنهوا على الكسل، ادعوا ربنا تعوذوا من الكسل. دي اول حاجه. تاني حاجه العبوا اي رياضه. تاني حاجه العبوا اي رياضه. اي رياضه انتوا بتحبوها العبوها. انزلوا الجيم مهما كان ما عندكمش بادجت، مهما كان مصروفكم صغير، حاولوا حوشوا وانزلوا جيم. ما عنديش ميزانيه ان انا انزل جيم، انزلوا اتمشوا كل يوم. حددوا الوقت ده ان انا هنزل اتمشى. انا هنزل اتمشى حوالين البيت، حوالين العماره، في اي مكان. ما عنديش الاوبشن واهلي مش بيخرجوني من البيت وانا ما اقدرش اخرج، عندك اليوتيوب مليان قنوات رياضية. تقدري بقى تروحي تلعبي رياضة، تقدري تروحي تعملي أي حاجة. في ابلكيشن فور فري أنا ملتزمة مثلا مرتين في الأسبوع، مرتين دول بالساعة، ما حدش يكلمني فيهم، أنا عندي نص ساعة هلعبهم رياضة. الكسل بجد نقمة، نقمة هيخليكي تكرهي حياتك وعمرك يعدي وما تعمليش أي حاجة. فكروا، خليكوا مركزين في الجملة دي، السن اللي انتوا فيه ده عمركم ما هتبقوا فيه تاني. فالكسل هيضيع حياتك، هيدمر حياتك، هيخليكي نقمة على حياتك، خليكي كارهة حياتك. الرياضة هي الحاجة الوحيدة اللي هتخليكوا كده، تديكوا انرجي ان انتوا تقوموا تكسروا الدنيا. خليكوا دايما حواليكوا حاجات إيجابية، تسمعوا بودكاست إيجابي، أغاني كده فرفشة كده بتديكوا انرجي، بودكاست بيديكوا طاقة. ابعدوا عن أي حاجة سلبية أرجوكم. الأغاني الحزينة والتعيسة، الأفلام، المسلسلات الحزينة، المعاناة، ابعدوا عن كل الحاجات دي. الحاجات دي هتجيب لكم كسل وطاقة سلبية. دلوقتي أنا محتاجة أعرف إيه الحاجة اللي أنا مميزة فيها، الحاجة اللي أنا بلمع فيها. كنت بتفرج على التلفزيون ولقيت ست عندها حاجة وستين سنة بتقول إن هي اكتشفت إن هي بتحب، شافت فيديوهات على فيسبوك وكده ازاي يعملوا الكيك اللي بأشكال مختلفة، ولقيت فيه شغفها وما شاء الله فتحت صفحة وبراند وبقى عندها براند، والبراند بتاعتها كبرت. وبتقول أنا بقف بالست ساعات ممكن أعمل كيكة بس مش تعبانة ولا زعلانة ولا محتاجة الفلوس، بس أنا بعملها وأنا مبسوطة. تخيلوا ان انتوا في حاجة ممكن تكون انتوا بتحبوها ومهما قضيتوا فيها وقت انتوا مش بتتعبوا، في نفس الوقت الحاجة دي ممكن تدخلكوا فلوس. اي حاجة ممكن هواية تحولوها لفلوس، اي حاجة في الدنيا. لازم تعرفوا ايه الحاجة اللي انتوا مميزين فيها. ازاي تعرفوا؟ اول حاجة هتلاقي صحابكم كده بيقولوا لكم شروق انتي مميزة في الحتة دي، انتي بتعرفي تعملي كده. اقول لكم مثلا عندي واحدة صاحبتي، لو عندنا اي مناسبة، عايزين نعمل عيد ميلاد، عايزين نعمل اي حاجة، بنكلمها. هي بتعرف تنظم وتشوف فيديوهات وتعمل الاكل بشكل كده حلو، يعني هي شاطرة قوي في الحتة دي. احنا دايما بنقول لها الحتة دي انتي مميزة فيها. هتلاقي هتدوري وهتلاقي حاجة كده. انا متأكدة ان كل واحد فينا في حاجة مميزة. ممكن تكون حاجة باينة، ممكن يكون طريقة كلامه، بيعرف يتكلم، بيعرف يشرح، بيعرف يلبس، بيعرف. كل واحد ليه كده حتة لمعة. انتوا المهم ان انتوا تدوروا وتلاقوها. طيب انا دلوقتي مثلا واحدة بقرا بسرعة وبعرف ألخص الكتب وفي الحتة دي بتاعتي. تقدري تعملي كونتنت، محتوى عن الكتب وازاي تلخصيها. تقدري تعملي بودكاست مسموع، والبودكاست ده بعد كده يدخلك فلوس، الناس تسمع الكتاب، الملخص بتاع الكتاب بصوتك. بعد كده ممكن تعملي لنفسك اسم، وبعد كده يكون ليكي كتب. فانتي لازم تدوري وتعرفي ايه المميزات، الحاجة كده اللي انتي شاطرة فيها.
مميزات في شكلك وبرزيها. ايه اكتر حاجه الناس بتجاملك فيها؟ اه شروق، انا اكتر حاجه الناس بتجاملني فيها خدودك خدودك خدودك. فانا عارفه ان دي حاجه مميزه فيا. كل واحد فينا في حته كده مميزه فيه. اشتغلوا على الحاجه المميزه فيكم، اشتغلوا على الحاجات اللي شكلها حلو فيكم وبرزوها. ما تقعدوش بقى تشوفوا انا مناخيري انا مش عارفه ايه، لا. ركزوا على الحاجات الحلوه وتجاهلوا الحاجات السلبيه. أقول لكم على حاجه بقى مهمة جدا عشان تبنوا أي عادة أو عشان تنجحوا في حياتكم، لازم تلتزموا ولازم تستمروا. طب أنا هلتزم واستمر إزاي؟ أبتدي أول يوم أشتغل 10 ساعات، بعد كده أقعد شهر ما اشتغلش، لا. أول يوم لو أنا مثلا لقيت نفسي شاطرة في الكتب، فالنهاردة أنا هخصص ساعة بس من يومي، نص ساعة، ربع ساعة، ملتزمة كل يوم بيهم في الوقت الفلاني بعد صلاة العصر. نص ساعة أنا قاعدة بلخص الكتاب الفلاني، ده كل يوم. لا انا مش هقدر كل يوم، خليني ابتدأها 3 ايام في الاسبوع، كل يوم نص ساعة. عشان تبنوا اي عادة ابتدوا ستيب باي ستيب. ما تاخدوش بقى، ما تنطوش 8 ساعات 10 ساعات في الحاجة وفي الاخر ما تعملوش حاجة. اخر حاجة عايزة اكلمكم عنها وبجد هتفرق في حياتكم، طريقة لبسكم. البسي كأنك رايحة اهم يوم في حياتك. خليكي دايما في احسن صورة ليكي واحسن شكل ليكي، عشان تديكي ثقة بنفسك. احنا البنات لما بنبقوا كده لابسين حاجة وشكلنا مميز فيها وشكلنا حلو، بنعمل ايه؟ بذمتكم بنعمل ايه؟ بنحس ان احنا عندنا انرجي تكسر الدنيا. عندكم طاقة كده تكسروا الدنيا وتعملوا اي حاجة، ومديكوا ثقة بنفسكم. ليكوا دايما في احلى صورة، لبسكم مرتب، شكله حلو، ريحته حلوة، الوانه حلوة، لايقة مع جسمكم. لابسين لبس كده، البسوا بذكاء وهاتوا قطع بذكاء تقدروا تستعملوها اكتر من مره، وفي نفس الوقت تناسب جسمكم، تبرز جمالكم، الوانها حلوه عليكم. يعني انا مثلا اللون ده بحسه حلو عليا، في الوان بلبسها بحس ان انا بهدى. لو حاجات كده متخليش وشكم باهت، حاجات بسيطه، ممكن ميك اب بسيط، ماسكات بسيطه تخلي وشكم كده فريش. خليكم دايما في احلى صوره ليكم. صدقوني اللبس قادر يغير حياتكم، والله العظيم. يعني في قصص كتيره جدا، انا مش عايزه فيديو يكون طويل، بس ناس غيرت حياتها بسبب طريقة لبسها. اللبس مهم جدا. الناس بتاخد عنكم انطباع في أول 7 ثواني، وشوفوا ايه الانطباع اللي انتوا عايزين تسيبوه على الناس. لبسكم مش وكوي، شخصية مش منظمة. لبسكم مش مرتب ومش لايق على بعض، شخصية عشوائية ومش بتعرف تفكر. لو لابسين حاجة مبهدلة أو حاجة، لو لابسين على طول هودي والستايل سبورتيف، انتوا أشخاص كده ما بتحبش تطلع بره الكومفورت زون. لابسين طول الوقت لبس فورمال، فانتوا أشخاص دلوقتي يحكموا عليكم انتوا أشخاص رسمية وجدية وعايزين يرسموا نفسهم بزيادة. الناس بترسم انطباع عنكم، فشوفوا ايه الانطباع اللي انتوا عايزين تسيبوه. لبس حاجة مهمة جدا، 70% مننا لبس، فما ينفعش تهملوا اللبس ابدا. ده اول فيديو ليا على اليوتيوب، يا رب يعجبكم. مش عارفة مش عارفة انزله امتى بصراحة، بس ان شاء الله هحاول التزم وان انا انزل فيديو كل اسبوع. واكتبوا لي برضو ايه الفيديوهات اللي عايزين اتكلم عليها اكتر.